السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا اول حاجة نبتدي بيها بان احنا نصلي على الرسول، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تاني حاجة بنفكر بعض ان احنا ندعي لاخواتنا واهلنا في فلسطين، ان ربنا ينصرهم ويكبر بخاطرهم ويقويهم وينجيهم. النهاردة ان شاء الله في الفيديو بتاعنا هنيجي ندردش مع بعض شوية كده، في ان احنا ندي لبعض شوية نصايح، شوية ارشادات وهكذا. من كام يوم كده قريت مقولة بتقول: اعتزل ما يؤذيك وعليك بالخليل الصالح وقلما تجده، وشاور في أمرك الذين يخافون الله. المقولة دي لما قعدت أدور عليها لقيتها إن المقولة ديت واردة عن أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما جيت بقى امسك جزئيه كده اهوت ان انا افسرها لنفسي واقرا ده معناها ايه والكلام ده كله، مسكت اول جزئيه: اعتزل ما يؤذيك وعليك بالخليل الصالح. ووقفت هنا، يعني ايه اعتزل ما يؤذيني، ويعني ايه عليا بالخليل الصالح وقلما تجده؟ في ناس في حياتنا بيبقوا دايما مصدر بوزيتيف انرجي لينا، دول اللي بنكتسب منهم كل حاجه جميله، دول اللي بيدونا امل دايما. وفي ناس بحياتنا دول بيبقوا العكس، نيجاتيف انرجي لينا، دول اللي دايما بيحاولوا يرجعوا بينا لورا، دول اللي ما بيشدوش ايدينا لقدام، دول معنى الجزئية دي اللي انا وصلت لها لما قريته ان انت في حياتك هتلاقي ده وهتلاقي ده، بس انت عليك ان اي حد هيأذيك في حياتك، اي حد هيحاول يرجع بيك لورا، اي حد هيحاول ان هو يهد عزيمتك ان هو ما ياخدش بايدك لقدام للطريق الصح، ده ان احنا نعتزله، ده نبعد عنه تماما، مش ان احنا نتجنبه شوية ونرجع له، لا، ده ما يستاهلش ان احنا نرجع له، لا، نشوف الشخص الصالح، الشخص الكويس اللي دايما بيشدنا للصح، بيشدنا لقدام، هو ده اللي احنا بنتمسك بيه، وده اللي بيبقى مصدر خير ومصدر طاقة إيجابية والكلام ده كله، وده أكيد كلنا حوالينا الناس دي موجودة، فدول الناس اللي احنا نتمسك بيها دايما. بالنسبة للناس التانية اللي هم مصدر للنيجاتيف انرجي، دول مش نتجنبهم، دول نبعد عنهم وما نرجع لهمش، لأن دول ما مش دول اللي يشدونا للخير أو للصح، بالعكس دول دايما بيرجعونا لورا ويوقعونا في الغلط والكلام ده كله. هديك مثلا على ممكن ناس في حياتك تبقى النيجاتيف انرجي اللي احنا بنقول اعتزل ما يؤذيك. اكيد في ناس في حياتنا بيجهدوك نفسيا. نفسيا يعني ايه نفسيا؟ يعني اللي انت على طول ما انت قاعد معاهم بتبرر، لازم تبقى تجيب حاجة يصدقوك بيها، تحلف، انت على طول مصدر لا شك، لا انت حقيقي ممكن تكون قلت كذا، انت حقيقي ممكن تكون عملت كذا. الناس دول بيجهدونا نفسيا، بيجهدونا نفسيا جدا جدا، انك تفضل على طول في حالة شك وفي حالة انا ما قلتش، انا ما عملتش، انا ما روحتش، انا ما جبتش، رغم ان انت اساسا ده مش طبعك انك تخبي عليهم. الناس دول بيأذوك نفسيا. وهنا بقى انا باجي اكلمها كده بصراحة: الا النفسية. يعني ايه الا النفسية؟ الدكتور حتى لما يجي يقول لك ايه المريض ده تعبان، فياريت تحافظوا على نفسيته. يعني نفسيته دي ممكن تعمل في ايه؟ نفسيته دي ممكن توديه في داهية، نفسيته دي ممكن تموته. يعني التعب اللي عنده ممكن يخف منه حتى لو هو حاجة كبيرة، بس لو نفسيته كويسة. والتعب ده ممكن يكون عنده بسيط، بس لو نفسيته تعبانة، نفسيته متدهورة، لا التعب ده هيزيد وممكن يقضي على البني آدم ده. فالناس اللي بالشكل ده اللي بيجدونا نفسيا وبيجوا على نفسيتنا، لا برضو نعتذرهم. يبقى الناس اللي بتجيبنا لورا هنعتذرهم، الناس اللي ما اللي بتشدنا للغلط نعتذرهم، الناس اللي بتجهدنا وتتعبنا نفسيا، حط كلمة نفسيا دي تحتها مليون خط، برضو هنعتذرهم. إلا النفسية، وحط برضو تحت الكلمة دي مليون خط. النفسية دي حاجة مهمة جدا علشان نقدر نكمل ونقدر نتخطى ونقدر. طيب برضو بيقول لك ايه؟ وشاور في امرك الذين يخافون الله. برضو لما جيت ادور
على تفسير الجملة ديت. يعني ايه اشاور في امري اللي بيخاف ربنا؟ هاجي بقى هنا، احنا طبعا برضو اهالينا كلهم اللي حوالينا الحمد لله كويسين والكلام ده كله، بس اكيد في وسط اهلك دي ناس، او في وسط معارفك، او في وسط اصحابك، او في وسط آه الناس اللي تعرفها، في ناس عارفة ربنا قوي وخايفة من ربنا قوي، واكيد كلنا خايفين من ربنا سبحانه وتعالى، بس الناس دي يعني بتبقى متفهمة اكتر، متعمقة اكتر في الدين وفي الكلام ده كله. لما تيجي بقى تسأل في حاجة أو تشاور في حاجة، نرجع للناس دي، لأن الناس دي أكتر ناس هيقولوا لنا إيه الحاجة اللي الصح اللي تقربنا من ربنا، وإيه الحاجة اللي لا قدر الله لو عملناها تبعدنا عن ربنا. عشان كده المقولة بتقول، أو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيقول: وشاور في أمرك الذين يخافون الله. أنا عايزة تاني أأكد، إحنا يا جماعة الحمد لله في ناس كتير جدا 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 حوالينا كويسة، دول ناس نتمسك بيها على قد ما نقدر. وبرضه للأسف زينا زي أي ناس، برضه في ناس حوالينا نفسيتها مش قد كده. الناس اللي نفسيتها مش قد كده دي نبعد عنها عشان ما يأثروش في نفسيتنا، لأن احنا لو نفسيتنا اتأثرت دي برضه هتبقى كارثة. لأن قلت لك قبل كده وقلت لك قبل كده، نفسية الإنسان دي الأساس في إن هي تحركه، في إن هي تخليه يروح ويجي ويكمل ويواصل وهكذا. فاعتزل ما يؤذيك وعليك بالخليل الصالح. الخليل الصالح ده اللي احنا لازم نتمسك بيه، لان ده اللي ان شاء الله دايما بيشدنا للصح، بيشدنا للصواب، ده اللي بيشدنا ان احنا نقرب من ربنا سبحانه وتعالى. دي حاجة انا قريتها، وحاجة حبيت انكم برضو تعرفوها. في الاخر خالص، في اخر الفيديو بتاعي، انا تاني بحاول أأكد وننصح بعض ونرشد بعض إن إحنا نحاول إن إحنا نحافظ على نفسيتنا على قد ما نقدر، ونحافظ ونتمسك بالناس الجميلة اللي حوالينا، إن إحنا ما نسيبهاش. لكن الناس اللي بتأذينا، الناس اللي بترهقنا، الناس اللي بتتعبنا نفسيا، لا، دي مش شيء نتجنبها، بس دي نبتعد عنها تماما، دي ملناش دعوة بيها ولا نتعامل معاها ولا أي حاجة. اتمنى ان الفيديو بتاعي يكون عجبكم، وشكرا جدا بجد، والله انا متشكره جدا للتعليقات الحلوه اللي انتوا بتكتبوها لي. هستناكم كالمعتاد ان انتوا تكتبوا لي تعليقات تاني جميله تشد بايديا وتشجعني على ان انا اكمل. وهستنى لو انتوا لسه ما اشتركتوش في القناه بتاعتي تشتركوا في القناه بتاعتي وتفعلوا الجرس، وما تنسوش اللايكات ده. شكرا يا حبايبي، سلام عليكم.